اللائحة المستدعاة، وهل بالفعل بدأ وليد الركراكي التواصل مع لاعبي المنتخب الوطني؟ الإجابة لا. الإجابة بأن وليد لم يبدأ التواصل بعد، على الأقل لم يتواصل مع عبد الرزاق حمد الله، وهذه أعطيكم إياها بشكل حصري. لم يتواصل مع حكيم زياش، على عكس ما يروج اليوم على أنه هناك تواصل مع حكيم زياش. التواصل قد يكون مع محيط حكيم زياش، التواصل قد يكون حدث بالفعل مع مقربين. لم يشترط أبدا وليد الركراكي على زياش، مما يجول اليوم ونراه ونتابعه في المنابر الإعلامية. عليه تغيير النادي، عليه أن يكون أساسي. صدقوني وليد الركراكي وخا زياش ما يلعب تدقيقة مع تشيلسي ويتم طي صفحة الخلاف التي أعتقد أنها طويت بعد من طرف زياش، لأن خلافه لم يكن مع وطنه، لم يكن مع منتخب بلاده، لم يكن مع رفع الراية الوطنية، بل كان مع وحيد خليلوزيتش الذي قال فيه الكثير من الأكاذيب والترهات وصوره للمتلقي والمتابع وعشاق المنتخب وكأنه قنبلة موقوتة ستنفجر في عرين أسود الأطلس في أي لحظة، ولم تدافع عنه الجامعة حينها، وبالتالي آثر الرجل أن يعلن اعتزاله الدولي. وبالتالي اليوم أعتقد أن الصفحة طويت، لأن خلافه كان مع شخص وحيد وليس مع المنتخب الوطني. واتصال بسيط جدا الذي سيحدث في الساعات القليلة المقبلة عبر تواصل مباشر أو تواصل غير مباشر عبر وسيلة ما، واتساب، انستغرام، فيسبوك، فيس تايم، لا يهمني الأمر، فقط أن يكون ذلك التواصل ما بين وليد وحكيم. سيأتي حكيم، ولا تقول لي بأننا لا نحتاج لاعب يجلس في مقعد البدلاء، لأن لزياش المسلسل اليوم مع مدرب نادي تشيلسي، الذي ربما منح لزياش بعض الفرص في مراحل دقيقة جدا من مسار نادي تشيلسي، ولم يجد فيه اللاعب الذي يريد على مستويات عدة، لا نجاعة، لا تمركز، لا التزام بالخطط التقنية، وقال مجموعة من التصريحات لا أريد العودة لها. ولكن هذا لا يعني بأن هناك حكم قيمة على أن زياش تراجع في مستواه أو لاعب فاشل أو لن يقدم الإضافة للمنتخب الوطني. هناك مجموعة من اللاعبين الذين يمرون بمرحلة فراغ، واليوم مش نقارن زياش برونالدو، ولكن ها هو رونالدو تمرد نوعا ما على مانشستر يونايتد، يجلس في مقاعد البدلاء. لوكاكو الذي سيلعب مع بلجيكا شئنا أم أبينا يجلس على مقاعد البدلاء. وبالتالي هذه مراحل فراغ يمر منها أي لاعب في كرة القدم، خاصة حين يكون هناك اختلاف في وجهات النظر مع الجهاز الفني وحتى مع المالكين للنادي. ونعلم بأن أبراموفيتش غادر وجاء مالك أمريكي جديد لنادي تشيلسي، وجاء بتعاقدات جديدة، وهذه التعاقدات أكيد يشرف عليها مدرب نادي البلوز. وحكيم زياش خرج من ربما من أجندته وأيضا طريقة عمله ومن العناصر التي سيعول عليها. عاد زياش لأياكس وهذا ما يقال، أم لم يعد؟ سيكون بإذن الله معنا في المونديال ونحتاجه لأنه صحيح التنافسية مهمة وضرورية مع ناديه، ولكن لا أعتقد بأن لدينا اليوم في قاعدة الاختيار التي تتحدثنا عنها لاعب بجودة حكيم زياش، ولا أعتقد بأن الفترة التي غابها حكيم زياش عن المنتخب الوطني ملأها آخر. احنا ما كنقولوش أننا كنرغبوا اللاعب ولا نترجاه، المنتخب قلتها لكم مليار ألف مرة، ما واقفش على لاعب ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا حتى 10 ولا على أي شخص مهما على شأنه. ولكننا اليوم بما أنه الرجل اختار الوطن، وقلناها مرارا وتكرارا، تعرض لوابل من الانتقادات وفي نفس الوقت الإغراءات من طرف الهولنديين، لكنه اختار المغرب، اختلف مع مدرب ولم يختلف مع منتخب. نطوي هذه الصفحة. سيتساءل العشاق والأنصار وما تقولوش لي لماذا، غيقولها البعض، لماذا كتهدر عاوتاني مازال على حمد الله. سأقول لكم من غفر، وإن كان الغفور والله عز وجل، لزياش زلاته ولنصير أخطائه ولما هذا وذاك وغيره من اللاعبين، عليه أن يغفر أيضا وأن يكون رحيما بعبد الرزاق حمد الله. حمد الله لم يتم التواصل معه إلى اليوم، على غرار تيسو دالي، على غرار أمين حارث، على غرار مجموعة كبيرة من العناصر الوطنية التي لم تتوصل لا بدعوة رسمية ولا حتى باتصال ودي هاتفي من طرف الناخب الوطني الجديد. أعتقد أن التواصل قد يبدأ اليوم وغدا على مستوى رسمي مع الأندية التي سيكون لديها لاعبين في اللائحة الأولية، لأن هناك بنود تلزم الاتحادات المحلية بمراسلة الأندية في أجل قانوني معين قبل استدعاء لأي معسكر إعدادي.
وبالتالي لم يبقى الشيء الكثير عن التواريخ المحددة في نهاية الشهر الجاري لخوض المباريات الودية، المباراتين للمنتخب الوطني هناك في الديار الإسبانية. فسيتم الاستدعاء قانونيا إداريا، ولكن سيتم التواصل بشكل مباشر. ماهية هذه اللائحة الأولية؟ هناك مجموعة من المنابر التي بدأت تتحدث عن عودة يعني يقينية ربما لحكيم زياش، لعبد الرزاق حمد الله، ليوسف العربي، ليونس بالهندا، لمجموعة من العناصر. أعتقد بأن وليد الركراكي الذي يعني كان يعلم علم اليقين بأنه سيدرب المنتخب في التاريخ الذي قلته أنا قبل أسابيع وقبل أشهر، أعتقد أن الرجل بعد أن أنهى مساره الرسمي مع نادي الوداد والذي كان بنهائي كأس العرش أمام النهضة البركانية، بدأ عمله بمراقبة حثيثة لمستجدات كل لاعبين المنتخب الوطني الذين سيكونون في كتيبة الأسود، سواء من محترفين أو حتى على المستوى البطولة المحلية. نبدأ بالبطولة. يعني جاحد من يقول بأن هذه الأندية التي تحوز الكونفدرالية وتلعب السوبر الأفريقي وتحوز على لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب أهلي، على حساب ترجي، على حساب تيبي مازيمبي، على حساب وفاق سطيف، على حساب كبار القارة الأفريقية، لا تستحق أن يكون لديها لاعبين داخل المنتخب الوطني. والدليل أنه من رحم هذه البطولة ليس ببعيد نادي الوداد ساهم في لمعان أشرف داري، وأشرف داري اليوم يقدم مستويات أكثر من جيدة مع بريست بغض النظر عن الهزيمة التي حدثت بسباعية، ولكنه لاعب جيد، لاعب أنيق، لاعب قوي، لاعب لم يحتاج الكثير من الوقت للتأقلم. هذا نموذج للاعب البطولة الاحترافية، وسبقه كثر. الراجة خرجت جواد اليميق ومشى الجنوة ومشى، واليوم هو يعني في أحسن حالاته كان في الموسم الماضي بغض النظر عن الإصابات التي حدثت له، ولكن قدم مباريات قوية جدا. واليوم مع بلد الوليد، نادي لا يستهان به، البلد الوليد اللي فيه وليد تهامي اللي قدم مباراة أكثر من قوية مع نادي برشلونة، وكان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف أو هدفين حتى. وأعتقد بأنه قد يكون مع المنتخب الوطني أو قد يستدعى في اللائحة الأولية، ونشاهده في مباريات إعدادية ستكون هناك في إسبانيا، وإن كان الوقت لا يرحم. بالنسبة للحرس القديم يونس بالهندا ويوسف العربي، إن كان القرار يعني صعب صحيح، ولكن قد يكون لوليد وجهة نظر. لماذا؟ لأنه في مناسبة جئت فيها كمدرب طوارئ لا تملك الكثير من الوقت وتريد أن تقدم مشاركة مشرفة، قد تفاضل ما بين مجموعة من العناصر. على مستوى خط الهجوم للأسف الكل شاهد نصيري كيف يدخل بديل في مباراة إشبيليا خلال هذه الجولة من الليغا الإسبانية، المباراة التي خسرها النادي الأندلسي. قد نقول بأنه مرحلة الفراغ هذه لا تجعل المراهنة عليه أمر ذا نجاعة، من الصعب بمكان. الحق والحرية الكاملة لوليد، ولكن أن نزكي خط الهجوم ببديل أو ببديلين في مستوى كأس العالم وبعنصر يعني ألف المسابقات الكبرى كيوسف العربي أمر جيد. ربما ولا أحد يعلم تكون مفاجأة وليد الركراكي هي عودة حمد الله. وأنا قلت حمد الله إن كان خلافه مع ما سبق من أجهزة فنية بعد مغادرته لمعسكر المنتخب، الاعتذار من شيم الكبار، تم الاعتذار، ربما تطوى الصفحة إلا إن كان له خلاف مع أناس آخرين، وربما مع رئيس الجامعة، ربما ما اسمعلوش من قال له بقى في المعسكر ديال المنتخب وعليه أن يؤدي الثمن. لا نعلم شيء، المية كتكذب الغطاس. ندوة الأربعاء ليست بالأمر البعيد وستكشف لنا اليقين في هذا الأمر. على مستوى خط الدفاع نتمنى أن تكون هناك عودة ميمونة لنايف أكرد بعد الإصابة، أجرى عملية جراحية ناجحة، واستهام فريقه يحقق أول انتصار في البريمير ليج خلال هذا الموسم. نتمنى أن يرجع عودة ميمونة. لدينا رومان سايس عملاق في خط الدفاع. قلنا قبل قليل تحدثنا عن جواد اليميق، تحدثنا عن أشرف داري، قلنا حكيمي لابد أن يعود لمستواه الطبيعي، وإن كان هناك يعني صحوة له هذا الموسم مع نادي باريس سان جيرمان.
خط الوسط مرابط هو الآخر عاطي مستوى أكثر من جيد. مجموعة من اللاعبين اللي كاينين في سامدوريا، كاينين في مجموعة من الأندية، ربما أكيد عودة أكيدة لأمين حارث، لأنه كان لديه خلاف مع المدرب وحيد خليلوزيتش، ولاعب لازال موهوب ولازال في العطاء بقية وسنه باقي صغير، ويمكن من العناصر التي يمكن أن نبني عليها لمنتخب قوي لكأس الأمم الأفريقية 2023 اللي تقدر تأجل تولي في 2024. يعني الخيارات البشرية بالنسبة لوليد الركراكي حاضرة، وحتى في البطولة المحلية قرب وليد من الأندية الوطنية، لاعبه للبطولة الاحترافية، لاعبه لدوري الأبطال، مكنه من الاحتكاك بمجموعة من اللاعبين، مكنه من معرفة قوة عدد من العناصر، وأعتقد بأنه سينسق أيضا مع المنتخب المحليين ويشاهد العناصر التي تلعب هناك ويعرف من بإمكانه أن يضمه داخل كتيبة أسود الأطلس، وإن كانت الفترة التحضيرية ستكون قصيرة وقصيرة جدا. ولكن هذا هو الواقع الموجود. التأخير في الإعلان عن الناخب الوطني من الاستعجال فيه لم يكن لا يقدم ولا يؤخر، لأن التواريخ بعد مباراة التأهيلية للدور الأدوار أو لمباريات كأس العالم أمام الكونغو، التواريخ كانت محدودة ومحدودة جدا، لعبنا أمام أمريكا وتشوهنا. فهذه هي الحقيقة المرة. معنا ما نديرو غيكون عند وليد مدة قصيرة وقصيرة جدا. أنا بالنسبة لي كشخص كما قلت في رسالة سابقة أثق في مؤهلات الرجل، أثق بروحه، أثق بوطنيته، وأثق بأنه سيعمل من أجل بناء منتخب قوي تنافسي. وقلت مرارا وتكرارا أنه صح بلجيكا السهل الممتنع، صح كرواتيا منتخب قوي ومستعصي وحقق إنجاز وإعجاز في مونديال روسيا 2018 على غرار أيضا بلجيكا، ولكن هذا لا يمنع أنه قد يكون هناك نقطة ضعف قد نركز عليها كمنتخب وطني، ونحاول بالابتعاد عن لغة الحسابات المعقدة أن نقدم مفاجأة لأنصار الكرة الوطنية هناك في قطر. كل شيء وارد. بالتوفيق الوليد، وستتضح الأمور فأكثر من خلال الندوة الصحفية، لا من حيث التشكيلة واللائحة المستدعاة الأولية، ولا حتى من حيث استراتيجية العمل ولا الأهداف، ولا أيضا الخطاب الذي قد يوجهه وليد الركراكي للمنتخب الوطني، والذي قد نقرأ من خلاله